السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مواهب سيارات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد عن أسباب الطقطقة والتخبيط في الطارد الدركسيون. لو أنت أول مرة تتفرج معانا على القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. فعلا الفيديو ده هيفيد ناس كتير جدا، واللي يتفرج على الفيديو ده ما يبخلش عليه يعمل علينا باللايك. طبعا أسباب طقطقة الدركسيون بتيجي من 3 حاجات: لا من قطمة الدركسيون، لا من صليبة الدركسيون، لا من علبة الدركسيون. طبعا العربية دي النهارده كانت معانا عربية اتش دي، وزي ما انتم شايفين كده احنا حلينا القنطره بتاعتها وفورنا القطمه، وكان عندنا مشكله في القطمه وفي الصليبه وفي علبه الدركسيون. 3 حاجات في العربيه. طبعا زي ما انتم شايفين دي الفلانشه بتاعت الدركسيون متقطعه منها كام حته؟ دي 1 2 3 4 5 حتت، وفيها 3 حتت سلام بس. وكانت عامله معايا طقه وعامله بوش في الدركسيون. وكان عندي في صليبه الدركسيون نفس المشكله، كان فيها بوش جامد. ويبقى انا كده عملنا الصليبه وعملنا عملنا القطمه وعملنا الصليبه، وبعد ما قفلت القطمه كلها وجربت لقيت نقره في الدركسيون من تحت. وطبعا انا حابب ان انا اقول حاجه في الفيديو ده: عفشتك سليمه، عندك المقصات سليمه. هنا عندنا العربيه زي ما انتم شايفين، هنا الجلب المقصات سليمه، عندنا كاوتش الميزان سليم، عندنا تيش الميزان سليم، عندنا المساعدين سليمه. العفشه ما فيهاش اي مشكله غير بيضه المقص زي ما انتم شايفين كده. ادي بيض المقص اهو، بيض المقص خفيف. وطبعا هنتجنب دلوقتي بيض المقص، هنتكلم بقى عن علبه الدركسيون ومشاكل علب الدركسيون. طبعا انا دلوقتي كانت جايه لي عربيه ار بي، وكان عنده تخبيط جامد في العربيه، وعنده العفشه كلها سليمه ما فيهاش اي مشكله، والعربيه بتخبط. كان ايه المشكله؟ كان عندي في البارات الداخليه زي ما انتم شايفين هنا كده نفس القصه في العربيه عنده، وكان عنده البارات الداخليه فيها بوش جوه وبره. طب احنا هنتكلم على ايه في الفيديو ده؟ انا قبل ما احل طبعا الفبره دي، انا عارف في العربيات الهونداي كلها والعربيات الكيا سيراتو معظم الصاموله بتبقى الصاموله بتاعه الحلزونه دي بتبقى سايبه. وطبعا انا هحل قصادكم علشان القصه دي خطر جدا يا جماعه. لو سمعت صوت تخبيط معاك وصوت نق، ما تسيبوش كده لغايه لما تقول ايه انا هغير علبه الدركسيون، لان ممكن يوصلك لتفوت للدركسيون وما تلاقيش دركسيون لا قدر الله معاك. وطبعا انا هوريكم دلوقتي اهو هفك القطمه، الفبره بتاعت القطمه دي خالص، وانا متاكد مليون في الميه ان انا هلاقي القصه دي معايا. زي ما انتم شايفين هجيب السونسون اهو، ادي الصاموله يا جماعه من غير ما اجيب السونسون حتى. ادي الصاموله اهي، ودي تعمل معاها نقر وتعمل معاها تخبيط، ولولا اللي دي قفشها سنه كان ممكن تتحل خالص الصاموله. لما مؤاخذه كده لو انا حليت دلوقتي الصاموله خالص كده، حلت من مكانها وشديت الحلزونه كده مع الحركه هتطلع معاها لفوق يعني زي ما انتم شايفين كده مع الحركه. لو الصاموله دي حلت لاخرها يا جماعه الدركسيون هيفوت معاك، والعلبه مش هتلاقي دركسيون ومش هتلاقي تحكم في العربيه لا قدر الله تعمل بيها حادثه، تعمل بيها اي مشكله. يعني انا بتكلم في الفيديو ده ما توصلش نفسك لمشكله عندك لا قدر الله ما تعرفش تلحق نفسك بيها. دي اهمال. سمعت تخبيط، سمعت طقطقه، ما تقولش ايه ربنا يسهل، لا اتاكد الاول هل المشكله دي في منها خطر ولا ما فيش منها خطر. طبعا زي ما انتم شايفين انا قلت لكم، وعندي كمان عندي البارات بايظه، وعندي البارات الخارجيه زي ما انتم شايفين بردك بايظه. ادي الناحيه دي وادي الناحيه دي اهي زي ما انتم شايفين. وعندي الفبره بتاعت الدركسيون، بردك فيها بوش جامد. افك طبعا العلبه، لو حابب ان انا افكها معاكم افكها بردك معاكم، علشان لو حد حابب اللي هو يعمل علبه الدركسيون بنفسه نعملها له مفيش مشكله، عايز يعملها. ادي بنفك اول حاجه زي ما قلت لكم البارات، هقولكم البارات وبعد كده ارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده انا كده هوينا البارات وحليناها اهو. انا حابب بس اقول حاجه في الفيديو ده مهم جدا يا جماعه، علشان كل لما بتروح للصنايعي تعالى هنا بص. انا طبعا لسه شايف القصه دي دلوقتي هنا اهو، هوريكم العلبه دلوقتي. طبعا العلبه الدركسيون دي كل لما يروح لواحد
بيدقوا له عليها بالمفك اهو. انا خدت لك البوش، انا خدت لك البوش يا جماعه. قصه مش قصه بوش بس، زي ما انتم شايفين دقين بالمفك اهو. ادي واحد واثنين وثلاث ثلاث دقات علشان ياخد له البوش. البوش طلع اصلا البوش. انت عندك كده حكمت البيست، بس عندك مشكله هنا في التخبيط بتاع الحلزونه لان الصاموله مفكوكه، وعندك الناحيه الثانيه هنا مطرح الفبره بايظه. مهما تاخد بوش ومهما تعمل العلبه برضك هتفضل تخبط، لان انت كده حاكم من جنب وسايب من هنا وسايب من هنا، وكده بتبوظ العلبه اكتر. يعني لو العلبه هينفع تتصلح، لا انت حكمت العلبه حكمت الحلزونه وحكمت المشجر في بعض قوي. وانت بتكسر الدركسيون بياكلوا في بعض، تيجي بقى انت بعد مده عشان تفك العلبه تلاقي المشرشر او الحلزونه متاكلين. احل البراط وارجع لكم تاني. طبعا بعد ما حلينا البراط اهو، بعد كده بنحل صاموله البستم. ادي الصاموله بتاعت البستم اهي. صاموله البستم دي بقى بتختلف بقى عن ايه، كل عربيه الشكل بيختلف. دي ممكن تتحل ايه بلقمه زي ما انتم شايفين، وفي حاجه تانيه بتتحل بمسمار. طبعا بعد ما بتحل صاموله البستم دي، بعد كده بتحل الصاموله اللي هي احنا لقيناها محلوله دي، بتحلها وبتطلع الايه، بتطلع الحلزونه من مكانها. بعد كده بتطلع الاكس اهو، الاكس زي ما انتم شايفين اهو. طلع بقى دي كده طبعا بنطلع الاكس من مكانه اهو، والبستم بعد كده بنطلع زي ما انتم شايفين هنا. ده ما ينفعش اللي هنا عندنا الفبره دي، فبره البستم هي زي ما انتم شايفين مكسوره. لو اوريكم برضك اطلع لكم البستم من مكانه عشان الفبره دي هنلاقيها مكسوره من مكانها. ادي البستم اهو زي ما انتم شايفين، زي ما انا قلت لكم فبره البستم مكسوره اهي. طبعا احنا الفبره دي هنعمل لها فبره من اول وجديد ونركبها، وهنعمل فبره عندنا في فبره الدركسيون من الناحيه الثانيه، وهنقفل بقى. وبعد ما نقفل هوريكم برضك طريقه التقفيل. انتوا شايفين كده احنا طبعا عملنا الفبره بتاعت البستم وعملنا الفبره ايه، الفبره الثانيه. نبتدي بقى ايه نقفل. طبعا زي ما قلت لكم كده بندي حته شحمه خفيفه هنا علشان الفبره الجديده. بعد كده بنخش بالعلبه اهو. بعد كده بنشحم طبعا معظم الاكسات او المشرشر نفسه بيبقى مدور كله، ده ليه شكل مختلف غير معظم العلب التانية. بعد كده بنشحم مطرح البستم ما بيجري، لان البستم هنا بيجري على نظام مجرى اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، مجرى بيبات طبعا من عكس الفبره. بعد كده بنخش بيه كده واحده واحده، بنظبط الناحيه التانيه عشان الفبره لسه محمله اهي. بعد كده طبعا بنشحم الحلزونه. اهم حاجه طبعا اللي انت تغسل الحاجه كويس. بعد كده بتنزل بالصاموله. الصاموله دي طبعا اللي انا قلت لكم عليها اللي احنا لقيناها محلوله. طبعا دي هنقرط عليها جامد. بعد كده بنعدل العلبه شويه علشان نقدر نشحم بنشحم هنا مكان البستم. طبعا ادي البستم اهو بنشحم مكانه، ننزل بشحم. وبعد كده بنزل طبعا بالبستم، احط بردك حته الشحم على البستم، بنزل بالبستم. البستم طبعا ليه عدله،
بعد كده بحط الصامولة السوسته، وبعد كده صامولة الايه البستم مكانها. طبعا الصواميل دي اهم حاجه وانت بتشبطها. شبطت معاك خفيف زي ما انا بربط كده يبقى كده تمام، شبطت معاك تقيل يبقى انت كده في مشكله عندك، لازم تفكها تاني وتربطها. بعد كده طبعا بمسك بلسه قفش، امسك بلسه قفش هنا عشان لو في اي حركه كده، هي العلبه تقيله. ثواني، اعدل طبعا البنسه عشان احط البنسه التانيه. طب زي ما انتم شايفين كده العلبه خفيفه وما فيهاش سنه بوش. اهوي سنه، هويت سنه كده بقى فيها حركه زي ما انتم شايفين، حركه. هدي سنه صغيره واجرب بردك فيها حركه خفيفه، اقرب سنه تاني كده ما فيهاش اي حركه. وادي زي ما انتم شايفين العلبه اهي ميه الدستور، زي ما انتم شايفين اهو. ادي العلبه خفيفه، عملتها بايدي. طبعا هقفل البارات، وانا بقفل بردك هوريها لكم. كده بنقفل البارات الداخليه اهو ونقرط عليها. بعد كده طبعا زي ما انتم شايفين ادي العلبه اهي، الله اكبر، يعتبر زيرو. بعد كده طبعا بخش بال كده زي ما انتم شايفين كده. قفلنا في قفلنا الكاوتشتين. وبعد كده طبعا نقفل البارات الداخليه وكده بالشكل. يبقى انتوا زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده يعتبر انا رجعت علبه جديده. العلبه اهي ميه وما فيهاش اي بوش، ما فيهاش اي تخبيط. اقفل طبعا البارات الخارجيه، هغير البارتين الخارجيين دول واقفل بقى. لو الفيديو عجبكم مش تعملوا لايك واشتراك في القناه. شكرا لكم في القناه، مع السلامه.